السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وبألف خير. قصة اليوم هي قصة مؤثرة قليلا، وحكمة اليوم مفيدة، ووقفة اليوم لها أثر كبير. ربما هذه الحكمة والموعظة سوف تنجي الناس كثر، وربما هذه القصة والموعظة سوف توضح أمور كثيرة، وربما هناك بيوت تشتتت على إثر هذه المشكلة، وعائلات تفككت وزوجان تفرقان، وعائلة في ضر ومشاكل وشجار دائم على هذه المشكلة. نبدأ على بركة الله. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله، في يوم من الأيام زوج يروي قصته، والله شاهد على كلامي، القصة حقيقية وكرروها. إننا نحكي هذه القصة ليس لتضييع الوقت، وإنما لأخذ عبرة ولحكمة، وحتى نأخذ منها خير وتكون لنا نفع في الدنيا قبل الآخرة لنا جميعا. يروي قصته عجيبة جدا، اسمعوا جيدا، خاصة المتزوجين أو المقبلين على الزواج. أيضا اسمعوا جيدا. قال لك: سبحان الله، تزوجت زوجتي وبعد الزواج أحببتها حب ما شاء الله. رزقنا الله سبحانه وتعالى بثلاثة أطفال، طفلتين وولد، ولكن يا سبحان الله يقول: زوجتي تطيعني دائما بجنبي في كتفي، تقضي كل أمور المنزل، ماكثة في البيت، مربية لأطفالي. يوجد مشكل، يقول: زوجتي بحكم عائلتها تتواجد بعيدا عنها، لما آخذها إلى بيت أهلها مرة كل شهرين، تذهب بصفة ثم تعود بصفة أخرى. الأخوات فهمتم ماذا أقول، والرجال أيضا، كل شيء واضح. اسمعوا جيدا هذه القصة. قال: لما تعود من بيت أهلها تكون مثل النار، تقول لي أني ليس مثل الرجال ولا تفعل مثل الرجال، لا تقوم بالواجبات مثل ما يجب، أنت مهمل، فلانة عايشة أحسن منا، أولاد أختي أولاد أخي أحسن منا معيشة ولبس. يقول: سبحان الله، مدة 6 سنوات زواج، تأكدت 100% أن زوجتي لما آخذها عند أهلها تكون بصفة، ولما تعود بصفة أخرى. يقول: والله العظيم تمر 10 أيام بعد عودتها من المنزل أهلها، تمر بالشجار والنقاشات التي لا مبرر لها. 10 أيام عنف، 10 أيام مشاكل، وأنا أحب زوجتي وأحب أطفالي لوجه الله وعلى وجهها. طلقتها مرتين من أجل هذه المشاكل، وأنا أخاف من الثالثة. قال: حتى في يوم من الأيام، يعني حقيقة أنا لم أكن جيدا، كان في العمل عندي ضغط كبير، مشاكل كبيرة، وكنت مريض، وهذا المرض زوجتي لم يكن لديها علم به. زوجتي مثل العادة قائمة بي وبكل واجباتها، لكن عندما تقول لي أريد الذهاب عند أهلي، من جهة أريد أن آخذها إليهم صلة الرحم، وأهلها هم أهلي، لكن من جهة أخرى أخاف. قال: يعني المشكل أين هو؟ هل في أمها أو أبوها؟ قال: أهلها عندهم منزل كبير، الأخت الكبيرة متزوجة وتمكث معهم، أخ متزوج ويعيش معهم. وأظل أتساءل: من هو الذي يسبب لي المشاكل، أخوها أو أختها أو في أبيها وأمها؟ قال: الشيطان يدور في مخي، حتى يوم من الأيام أخذتها عند أهلها، ظلت 10 أيام كالعادة، ولما عادت المشاكل الهموم، كلما يحدث مشكل أحاول أن أهدئ الوضع وأبعد عن المشاكل والشجارات العنيفة حتى أحافظ على بيتي، وبعد كل 10 أيام تعود إلى حالها السابق. قال: حتى في يوم من الأيام أسمعتني كلام، قالت لي: أنت لست بكامل الرجولة، أنت لا تشبه الرجال، لست مثل الآباء، أنت لم تهتم بالمنزل كما يجب، أنت مهمل أطفالك. يقول: والله العظيم موفر لها كل حاجياتها المادية، أكل وشرب ومسكن، وحاجياتها المعنوية على حسب ما أعرف تعيش أحسن عيشة، أفضل من أخواتي، عايشة معيشة أفضل من أقاربها وجيرانها. المشكل الوحيد لما تذهب عند بيت والدها، لما تعود متغيرة. حتى ذهبت إلى مكان منعزل بعد ذلك الكلام، وجلست أفكر وأفكر وأقول: ليس هي الوحيدة الأولى التي تتطلق،
وليس أبناء الوحيدين الذين يفترقون، وطلقها ما دام صغير، وتخلص كل من هذه المشاكل. 1000 واحدة تتمنى، وألف امرأة تتمنى العيشة التي تعيشها، لكن يا سبحان الله اتصل الهاتف رقم جديد. لم أجيب المرة الأولى، كنت متعصب، ثم كرر الاتصال مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى عرفت أنه أمر مهم. رفعت السماعة: السلام عليكم. وإذا بي امرأة فلانة. قلت: نعم. ولد فلان؟ نعم. زوج فلانة؟ قلت: نعم. وقالت لي: أنا فلانة ابنة فلانة، يعني هي ابنة خالتي. يا سبحان الله، عندي سنين لم أتحدث معها بحكم هي تزوجت وتعيش بعيدا عنا. قالت لي: كيف هي زوجتك وأطفالك؟ قلت: الحمد لله، أمور جيدة. ثم كررت السؤال: كيف هي حياتك؟ كيف تعيش؟ قلت لها: الحمد لله. قالت لي: أبدا، أنت ليس جيد. قالت لي: إنك في مشاكل وهموم لمدة كذا. عرفت أن هذه ابنة خالتي لديها أمر، فقلت لها: خير إن شاء الله. فقالت: سوف أقول لك كلام لوجه الله، سوف أقول لك كلام يشهد عليه الله بمرضاته، سوف أقول لك موضوع إن شاء الله ينجيك من الهم والضيق الذي أنت فيه. قلت لها: بسم الله. قالت: أنا ابنة خالتك، أسكن في القرية الفلانية. قلت لها: نعم. وقالت: القرية يسكن فيها أهل زوجتك؟ قلت لها: نعم. وأنا معلمة وأخت زوجتك معلمة؟ قلت لها: نعم. قالت: تدرس معي ونعمل في نفس المكان، ولكن أخت زوجتك لا تعلم أنني ابنة خالتك. قالت: والله العظيم في 4 سنوات تتحدث وتتكلم عنكم كلام. نحن نجلس معلمات 3 أو 4، وتتكلم وتقول: لدي أختي عايشة مثل السلطانة، عندي أختي مثل الملكة في الهناء والراحة تعيش، أكرمها الله برجل بمعنى الكلمة. أنا لدي رجل لكن يفعل ما أنا أريد وما أطلب منه، ولكن لا توجد لديه لا كلمة ولا سلطة في المنزل، وأنا أغير وأحسد أختي. أريد رجل مثل زوجها، ليس برجل مدلول. واسمحوا لي على هذا الكلام. قالت: الكلام بدأ يكتر، وقالت: لا أرتاح حتى أفرقهم وأخرب لها منزلها، وأنا أعيش مرتاحة. ابنة خالته تحكي، قالت لها: إنه الشيطان، أبعديه عنك، إننا معلمات نربي أجيال ونعلم، هذه بعيدة عن المعلمين. حتى وصلنا أحد الأيام لما تأتي أختي أقول لها: أؤمري زوجك يغير لك مكان المطبخ، ثم مرة أخرى قولي لزوجك يسافر بك، ومرة أخرى قالت أقول لها: قولي لزوجك أخذ أولادك إلى المدارس الخاصة ليست العامة. كل مرة تقول لها: أؤمريه. فقالت لها: لماذا تقولي لها هكذا؟ قالت: حتى أفرقها عن زوجها وأعمل لها المشاكل. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الزوج قال لما سمع هذا الكلام عرف الموضوع وماذا يجري من وراء ظهره في الخفاء. وقلت لها: يا ابنة خالتي، أمك مثل أمي وأنت جزاك الله خيرا، أطلب منك طلب صغير إذا تقفين فيه معي. قالت: نعم. أنادي لزوجتي وقولي لها هذا الكلام وتحدثي معها، ولا أقول لها لا اسمك ولا رقمك. قالت: ليس بمشكل، أنهي في الخير الذي بدأته. ذهبت المنزل، تحدثت مع زوجتي وبدأت أريد الطلاق، طلقني. كانت ما زالت تحت تأثير بيت أهلها. قلت لها: اجلسي، أختك معلمة؟ قالت: نعم. تعمل في المكان الفلاني؟ قالت: نعم. كلما تذهبي تزن في أذنك عني وتقول كلام من وراء ظهري. قالت: أختي لا تفعل مثل هذه الأشياء. قلت: تمام. اتصلت بابنة خالتي وأعطيتها الهاتف وقلت: اسمعي. قالت كل شيء وسترت نفسها حتى لا تدخل في المشاكل. وإذا بزوجتي تبكي عندما علمت أن أختها تغير منها وتحسدها وأنها لا تعيش مثل عيشتها، عندما علمت أن رجل أختها ليس لديه رجولة وزوجها رجل بمعنى الكلمة،
عندما عرفت أنها تعيش في كنز وأختها لا تحب لها الخير وإذ بها يغمى عليها. ولما استيقظت قالت حسبي الله ونعم الوكيل، وطلبت السماح، وروت لي كل شيء أن أسرتها تحبها ولا تقول لها شيء، فقط هذه أختها تزن في أذنها، وأنا مثل المسكينة أسمع إلى كلامها وأتأثر بها، وأنا ضعيفة وناقصة عقل. ظننت أنها تريد بي خيرا، لكنها في النهاية كانت تخطط لي كيد ومتعاونة مع الشيطان حتى تفرقني عن زوجي وتخرب لي معيشتي. سبحان الله، قال أنها تذهب عند أهلها، ولما تأتي هذه أختها لا تسمعها ولا تأخذ بكلامها حتى لا تقطع صلة الرحم، وعادت المياه إلى مجاريها. وأصبحت لما أحضر المصروف إلى زوجتي تقول لي الله يزيد في مالك ويكثره، عندما أحضر لها الملابس تقول الله يخلف عنك. من قبل أي شيء أحضره لا يعجبها ويظهر لها بأنه قليل. لماذا؟ لأنه ملأ رأسها بكلام عني. المقصد لديها هو كان تفريق هذه العائلة، لكن الحمد لله هذه الرسالة لكل أخواتي وأحبابي الذين يسمعوها، متزوجين أو مقبلين على الزواج. من كان في نعمة فليرعها، فإن الذنوب تمحي النعم، هذا الشيء الأول. والذي في نعمة يحمد الله عز وجل حتى يزيده، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث من شكر النعم والمحافظة عليها، استري النعمة التي أنت فيها، استري زوجك ولا تقولي زوجي يعتني بي، زوجي يحبني، زوجي يهتم بي، زوجي يأخذني. أنت لما تحكي هذه الأشياء والهدف لديك تقولي لأمك ولوالدك لأختك لصديقاتك أنك تعيشي عيشة مرتاحة، لكن ليس كل الناس تحب لك الخير، وليس الجميع سعيد من أجلك، والله يوجد من يغير منك ويحسدك ويتمنى زوال نعمك فيفعل لك أمور الشيطان لا يتوقعها، ونحن ننظر إليها والرسالة وضحت. وأيضا يوجد شيء مثل ما الزوجة يتكلم معها، أيضا الزوج يتكلم معه ويزن في أذنه. لدي أخواتي أصدقائه دائما إلا من رحم ربي يوجد غيرة وحسد، لأن عيشته مرتاحة. إنكم في نعمة احمدوا الله سبحانه وتعالى، إنكم في نعمة استروها، إنكم في نعمة حافظوا عليها، واعلموا أن هناك شياطين الإنس والجن لا يرتاحون ولا ينامون حتى يفرقون بينكم وبين أزواجكم. متى رأيتم زوجان متخاصمان يريدون التفرقة بينهم؟ لا، بل يفرقون بين من توجد بينهم مودة ورحمة والحب والإخلاص. حافظوا على أنفسكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل المودة والرحمة والحب والخير بين الزوجين. اللهم باعد عليهم العين والحسد، وباعد عليهم كيد الكائدين، وباعد عليهم كل من أراد بهم سوء وكل من أراد بهم مكيدة. اللهم بارك يا رب بين كل زوجين، بينهم المحبة، وارزقهم الذرية الصالحة وبارك لهم فيها. إن شاء الله تعيشوا أسر وعائلات متماسكة، لأن عند افتراق الزوجين الأطفال يضيعون. الطفل لا يعيش بدون والده ولا بدون أمه، الطفل عيشته الطيبة الهنية مملوءة بالحب تكون وسط أمه وأبيه. فأقول لكم املأوا بيوتكم بذكر الله، وامشوا على سنة رسول الله، فلا يحدث لكم شيء إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعلمه وبأمره. حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا. شاركوا هذا المقطع لنا ولكم الأجر ذلك. هناك كثير من الناس تسمعنا يوجد لديها مشاكل وهموم، تأخذ العبرة، حتى الذي هو في النعيم يأخذ بهذه العبرة ويعمل بها وينصح أحباءه، والذين في هموم استغفروا الله وادعوا الله وتسامحوا فيما بينكم، وتعلموا الحوار بين أزواجكم وزوجاتكم بعيدا عن الأطفال في مكان هادئ، واسألوا على بعضكم البعض حتى تكون المودة والمحبة، ولا يكون مكان بينكم لمثل هؤلاء الشياطين الإنس والجن. عافانا الله وإياكم. اسمحوا لي لقد أطلت كثيرا، ودمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.